مش عايز حد يطبل. لا 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 ما بتعرفش تلعب، انت كانوا بيسندوك بس عشان امسك يا عم فلان. بقول لك ايه اسمع اللي انا بقول لك عليه، وربنا كورتك كانت تسد النفس. يا رضا تصيطنا صيطك. في بطولات انا وفريق العمل ان احنا نطبل، مش معنى انتوا بتطبلوا. في كرة القدم كابتن مجدي ممكن نقول عليه ايه؟ الجوكر عنده رؤية. لا 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 رضا وفادي النادي الاهلي جدا، خد بالك. وطبل لي طبل على طبلي، خليك حنين طبل لي. المسؤولين عن برج خليفه كلمونا على فكره، وانا مش معقول يا جماعه بقى كل شهر تاخدوا بطوله يعني. جهاز الطبلوميتر ده جهاز كشف التطبيل. مين بص مش هغششكم ماشي، مين امهر لاعب كره في مصر؟ ده الاسطوره. يعني انت شيل ميسي من برشلونه، اقسم بجلاله الله كفر الزهاد بيلعب. ايه اللي وداك غريبه؟ احنا في عجيبه. اتمنى تدريب منتخب مصر في المستقبل، نعم ام لا؟ ده امنيه، وهتتفرجوا بقى على جوارديولا بجد. انت هتطبل لنفسك؟ احسن رئيس نادي في مصر من غير تطبيل. تمام. مين احسن مدرب كرة في مصر؟ لا ده اسم واحد بقى. يعني انت دايما يا خالد في المنطق اتعلمنا المقدمات تساوي نتائج. انت بتشرح التطبيل دلوقتي. نطلع لفاصل. يعني هنوقف تطبيل؟ لا اعوذ بالله، ما حدش قال كده. طيب بلاش نطلع لفاصل دلوقتي. احنا عمالين قلنا احسن مدافع صح؟ مين هداف الدوري المصري؟ دي ما فيهاش تطبيل لان غصب عنك هتقول المعلومه. بلاش الطبله، بلاش الطبله، انت ماسك انت ماسك الرجل. مساله مش مساله تطبيل يا استاذ خالد. لا انت هتديني بقى السيناريو هقول لك بس يعني بلاش التعبيرات دي. مين احسن صحفيين في مصر؟ مع احترامي الشديد ليه لكل بقى؟ الزملاء ليه بقى؟ اللي منتمين لاي نادي او اي حاجه تانية. ما ترد عليا. لا الزملكاويه احسن صحفيين في مصر هم الصحفيين الزملكاويه. الجهاز هنا قاري عندي ان انت عندك تطبيل لا ارادي. دي من وجهه نظري يعني. ليه بقى؟ ايه؟ ليه؟ لا انا بقول لك دي وجهه نظري. انا مش زعلان منكم، انا زعلان عليكم. بس اعدل كله بقى، اعدل كله، بطل وانزل بقى.